مساء الخير، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده المعجنات الهشه القطنيه ديت. جميله جدا جدا وسهله. تنفع فطار، تنفع للمدارس. جميله قوي قوي قوي. وهنعملها ان شاء الله بطريقه سهله ومبسطه مع بعض. لو لسه اول مره تتفرجوا عليا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد ان شاء الله. شايفين بقى عامله ازاي؟ رهيبه بجد. طريه جدا وهشه. ممكن تفطروا بيها بقى الصبح مع جبنة مفضلة بالنسبة لكم، عسل أبيض، مربى. هي حلوة قوي قوي، وكمان السمسم مديها طعم روعة. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. شكلها حلو قوي قوي، وكمان طعمها أحلى. احنا كلناها مع الشاي، تقدروا تاكلوها مع الأكلة المفضلة يعني بالنسبة لكم، جبنة، مربى، عسل. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. معايا بولة هحط فيها كوباية من المية الدافية، وكمان معلقة كبيرة من السكر الحبيبات، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وبياض بيضة، وربع كوباية من الزيت، وهخلط الكلام دوت كده مع بعض. هبدأ بقى انخل 3 كوبايات من الدقيق. لازم يا جماعة الدقيق يتنخل، لما بيتنخل بيخلي الحاجة هشة جدا، وبصراحة بتبقى خفيفة قوي قوي. هنخل كده 3 كوبايات، هي هتحتاج مني دقيق تاني. مفيش اي مشكلة، هنزود بس المقدار المظبوط، كوباية مية ل3 كوبايات دقيق. وهحط بقى على الدقيق كده نص معلقة صغيرة من الملح، وقلبت كده الملح مع الدقيق من على الوش الاول، وبعد كده هبدأ اخلط. شايفين بقى كانت العجينة ملزقة خالص، هبتدي ازود معلقتين من الدقيق وانا بعجن. هنزلها كده على الرخامة عندي، وهبدأ ان انا بقى اعجنها اهو. بديها رش دقيق واحده واحده وانا بعجن. كل ما احس ان هي بتلزق قوي هديها. هي المفروض تبقى بتلزق بس مش بشكل مبالغ فيه، هي المفروض تلزق بسيط. لو ايدي نظيفه مش هتمسك قوي كده، لان انا طبعا بعجن. بعد ما وصلنا كده في المرحله دي من العجن، هبدأ انزل بمعلقه كبيره من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وهنكمل عجن فيها. هنبوظ العجينه دلوقتي، ما تقلقوش، هي هتتفتفت وهتتقطع بطريقة فظيعة، بس هتلم ان شاء الله. هنشوف ازاي مع بعض. هنبدأ نعجن فيها بقى كويس قوي. خطوة الزبدة ديت بتخلي المعجنات هشة جدا جدا، وبتديها طبعا طعم حلو قوي قوي. هبدأ بقى اعجن فيها لحد، شايفين شكلها، لحد ما تلم معايا خالص، وهخبطها كده على الرخامة. الخطوة دي بتخليها ناعمة معايا، وبتعمل العجينة عرق بالشكل ده كده. ولميتها كده بأطراف صوابعي على بعض. ان انا افضل الم فيها جوه بعض كده، ده بيخليها بعد كده تبقى مورقة من جوه قوي وهشة. يعني الخطوة دي برضو مهمة. ولميتها كده كورة، وهبتدي دلوقتي ادهن الطبق اللي انا كنت بعجن فيه بحبة من الزيت، وادهن كمان وش العجينة، وهحطها في الطبق واغطيها واسيبها تخمر حوالي من تلت لنص ساعة. الجو يعني حر، فهتخمر بسرعة ان شاء الله.
كده هي اتخمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بحاول برضو انظم شكلها على قد ما اقدر، وبعد كده هقطعها ل8 قطع متساوية على قد برضو ما نقدر. عايزينها لو عايزين القطعة اكبر، يعني الفطيرة في الاخر تبقى اكبر، مفيش مشكلة، ممكن تخلوها على 6 مثلا، بس هتبقى كبيرة قوي لان هي لما بتخمر ما شاء الله بيتضاعف حجمها وبتبقى حلوة قوي، يعني الحجم ده مناسب بالشكل ده كده. وهبتدي برضو ان انا المها واعملها كويرات واركنها ترتاح على جنب. وعقبال ما اخلص الكمية كلها هبدأ ارجع تاني اخد اول واحدة هتكون ارتاحت معايا. خدت بقى الكورة وهبتدي ان انا افردها بشكل مستطيل شوية، وابدأ ان انا الف فيها كده زي ما انتوا شايفين، وهاخد الطرف اقوم لماه مع العجينة نفسها، وهفرد فيها كده بشكل طولي زي ما انتوا شايفين على قد ما اقدر، يعني نفرد فيها كويس جدا. وبعد كده هلمها بالشكل دوت، وهبدأ ان انا اخد الطرف وادخله من جوه واطلعه من الناحية التانية بالشكل ده. اول واحدة هتلاقوها صعبة شوية، بس بعد كده ان شاء الله هتبقى سهلة اوي معاكم. هتبقى كده شكل الضفيرة بس مش ضفيرة يعني شكل الضفيرة شوية بس مش ضفيرة اوي. بقت كده. هوضح برضو تاني. بلم كده الطرف على بعض عشان اقفل اللفات اللي انا عملتها، وهبدأ ان انا ابرمها وارفعها على قد ما اقدر. عادي ما تقلقوش، مش هتبقى رفيعة ولا حاجة، بالعكس هتبقى هشة جدا جدا، وهنشوف شكلها اهو. تاني واحدة كانت اسهل، وتالت واحدة هتبقى اسهل خالص، وايدينا هتاخد على اللفة او الشكل دوت. شايفين انا مرفعاها ازاي اهي، موضحة بقى هنا قوي. بندخلها ونطلعها من الناحية التانية بكل سهولة. حطيتهم بقى في صاج مدهون، وحط عليه ورقة زبدة وبرده دهناها بالزيت. وبعد كده معايا هنا صفار البيضة اللي احنا كنا واخدين البياض بتاعها في اول فيديو، وحط عليه باكت من الفانيليا. وهبدأ ان انا ادهن وش الفطاير بالشكل ده كده. وعندي سمسم محمص، هبدأ بقى ان انا احط عليها سمسم محمص كتير جدا. لو بتحبوا السمسم ممكن طبعا تضيفوا كتير، لو بتحبوا حبة البركة ممكن تضيفوا زي ما انتوا عايزين برضو. سبتها بقى اختمرت بعدها حوالي بتلت ساعة، طلعت بالشكل ده كده، حجمها اتضاعف. هدخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 من 7 ل10 دقايق بالظبط من تحت. ولو لقيت لو لقيتها ان هي اتحمرت من تحت هقفل الفرن وهفتح الشواية بس 5 دقايق واتابعها. وان شاء الله تجربوها وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك.